يا مساء الفل، هنعمل مع بعض طريقة عمل الناجتس. يلا مع بعض نقول المقادير. نص كوب بقسماط، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة جافة، فصين توم، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة بهارات فراخ، 800 جرام فراخ، بصلة وسط مفرومة ناعم. تمام كده معانا. اول حاجة هنعملها هنفرم الفراخ في الكبة في المفرمة اللي متاح عندي بالشكل ده، بتكون ناعمة معانا. يفضل يكون صدور مش وراك. اخلص باقي الكمية وارجع لكم. نبتدي نبهر معانا الفراخ، معانا كزبرة جافة، بابريكا، جنزبيل، الملح والفلفل، بهارات الفراخ، الثوم، والبصل، واخر حاجة البقسماط واعجن كويس قوي. طيب انا ما عنديش بقسماط، بجيب عيش فينو انشفه في الفرن كويس قوي وابهره وابتدي اشتغل بيه لحد ما توصل معايا للقوام ده. اجيب صينية مدهونة وانزل بالعجينة عليها، ادهن ايدي زيت واحاول اساوي كده بالشكل ده. مش متاحة عندي صينية مسطحة بالشكل ده. اعمل ايه؟ اجيب بلاستيك وادهنه زيت وابتدي ارص العجينة عليها او افردها عليها، واحط كمان طبقة بلاستيك من فوق، وبايدي واحدة واحدة كده واسويها. المهم تبقى عندي مستطيلة كده بالشكل ده. تمام. واخدها زي ما هي كده وعلى الفريزر. وده معايا كريسبي اطحنه في الكبة، عايزاه يبقى ناعم شوية كده. الكريسبي ده بيجي من عند العطار او اي سوبر ماركت. بيجي معايا خشن، عايزاه يبقى ناعم شوية عشان اقدر اشتغل بيه. عايزاه يكون بالشكل ده ناعم شوية. اجهز بقى معايا التغطية، كريسبي، دقيق، بيض. ودي شكل الفراخ بعد ما قعدت معايا ساعة في التلاجة. اقطعها بالسكينة كده قطع صغيرة. انا مش عايزاها اقطعها بالسكينة كده. اجيب اللي هي الاشكال، القلوب، الورود، الدباديب، واقطع بالقطاعة كده للاطفال، بتمشي معايا بتبقى زي الفل، والاطفال بيحبوها قوي. عايزة اسيبها زي ما هي كده واقطعها كده، بتبقى جميلة برضو. معايا الكريسبي والبيض والدقيق والنشا وملح وفلفل. هبهر الدقيق والبيض بالملح والفلفل. اقلب كويس قوي. بعد كده اخد معلقة ونص نشا، ده بيديها قرمشة شوية كده وانا بقى بحمرها. مش بكتر فيها، معلقة ونص بالظبط نشا على حوالي كوباية دقيق، او على حسب الكمية اللي انت هتحمريها. اقلب برضو البيض، ملح والفلفل كده بالشكل ده. ومعايا حوالي 5 معالق لبن احطهم على البيض بالشكل ده، واقلب كويس قوي. اخد القطعة احطها في الدقيق، بعد كده في البيض، وبعد كده في الكريسبي. يبقى الخطوات معانا مظبوطة. اخد قطعة الفراخ احطها في الدقيق الاول، بعد كده في البيض واللبن، وبعد كده في الكريسبي، واغطي كويس قوي بالشكل ده. قد ايه الوصفة دي موفرة وطعمها تحفة، حباكم تجربوها.
وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. والله تحفة. هخلص الكمية وارجع لكم. بقى معايا بالشكل ده. وبعد كده اجيب زيت واحمره. يبقى معايا دهبي كده، اطلعه على طول. اي زيادات او اي حاجة في الزيت بشيلها عشان ما تسودش او تتحرق في الزيت. اللي استوى معايا بطلعه. معايا بالشكل ده. كل شوية بقلب عشان لونه ما يتغيرش. اي زيادات زي ما اتفقنا بنشيلها. الحلو في الوصفة دي انها موفرة وسهلة. إيه لو جاية من مشوار ومش مش ما فيش وقت ان انت تطبخي او كده، بتطلعي طبق من الفريزر وتبتدي تحمري وخلاص. إيه مدارس بتنفعك حلو قوي في المدارس. كده خلصنا باقي الكمية ويطلع معانا بالشكل الجميل ده. انا عملتها على شوية مكرونة سباكيتي وبطاطس محمرة، طالعة تحفة. عايزاكم تجربوها وانتوا تحكموا بنفسكم قد ايه طعمها تحفة. صحة وعافية للي يجربها.